استاذ شمس البر، اقنوم يعني ايه يا فندم؟ اقنوم يعني صفة. ازاي صفه؟ يعني الاب والابن والروح القدس دول كلهم صفات؟ الاقنوم ده هي اصلا مش كلمة عربي. امال كلمه ايه يا فالاقنوم فندم؟ صفة، كلمه ايه؟ كلمة يونانية. يعني اقنوم كلمه تمام. يونانيه. طب هو مبدئيا مش يوناني، هو سرياني مبدئيا كده، تمام؟ يعني مش يوناني. لا. طب هيوباستيسيس يعني ايه؟ يعني اقنوم يعني شخص، طيب اقنوم او شخص. اقنوم معناها طب ما صفه او شخص او ذات. تمام. ايه مرجعك ان هي صفه؟ تمام، انت حضرتك معاك كاميرا صح؟ اه. افتح كتاب علم اللاهوت لابونا ميخائيل مينا، جيب هتلاقي كاتب الاقانيم ومعناها وتفسيرها وكل حاجه، جيبها واعرضها بقى. الأقنوم هو كائن حي مستقل بذاته، كل واحد لوحده مستقل بذاته، ده معنى كلمة أقنوم في اللغة. لا طبعا ده لاهوتيا غلط. اتفضل يا فندم، كتاب اللي حضرتك طلبته. اهلا بيك يا فندم، نفس التعريف اللي انت رافضه حالا اهو. اهلا بيك يا استاذ بساده، بنرحب بيك دايما يا فندم. كلمه سريانيه تشير لكائن حي قدير ومستقل بذاته. اهو كلمه اقنوم اهو يا فندم. ده كتاب ايه ده؟ ده الكتاب اللي انت قلت عليه يا فندم. صباح الفل اهو، موسوعه علم اللاهوت بتاع ابوك. طب انا دقيقتين وجاي، معلش دقيقتين اتفضل، وجاي. ما هو لازم دقيقتين طبعا. وجاي. اكيد طبعا اكيد.